إيران لازم تنشب وتسكت، يعني لازم تخرس، لأن إيران يعني تجاوزت الحدود المسموح بها، تطاولت على الدول، استهانت بالعراق وبقدرات العراق، أذلت الشعب العراقي، استعمرت العراق، سرقت. والله اللي ينشب هو أنت، وشك سياسي فاسد مثلك، وطيح الله حظك يا جبان. إيران شنو علاقتها بالموضوع؟ أنت ليش ما تقول إحنا السياسيين الفاسدين اللي تابعين لأمريكا وإسرائيل من سرق العراق ودمر العراق ونهب العراق؟ إيران شنو بعد علاقتها بسياسة العراق؟ والله من أدخل داعش للعراق هو أنتم، من أدخل القاعدة للعراق هو أنتم، وكذلك أنت معروف شنو تاريخك وعلما توجهك لأمريكا وإسرائيل، وتحب السقط دائما بالمذهب والدين والعقيدة، وأيامك معدودة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. على كل الكلام كثير وطويل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.